حياة فردية كحياة كل بني آدم، وهذه هي رسالة اليوم لكل واحد. وقيت عليا حكم النوم. أحلام نفسي في مرة أبقى واحد من اللي بيقول عليهم ولاد ناس. يعني نفسي يبقى عندي شقة، وليه ما تبقاش 2 أو 3، وليه ما تكونش فيلا. نفسي بدل المواصلات والقرف يبقى عندي عربية، وليه ما تبقاش 2 أو 3، وبدل العروسة الواحدة تبقى ولا بلاش قيمتهم أحسن. كلها أحلام بنعيش ونقول، وهي أحلام مش بنحقق ولا حلم واحد منها. نفسي كده ألاقي مصباح علاء الدين، أو 3-4 ملايين، أو سيف صلاح الدين، أو أي حاجة من الشغلات بتاعت الأيام دي. اسم الواحد يا شيخ. تعمل ايه يا انسان؟ تعمل ايه يا انسان؟ ايوه انا خلاص بقيت، انا هتصل بزيرو 900 500 واقول لهم اني ساعتها اعمل اي حاجه وفي اي وقت، بس المهم اني احقق حاجه، ان ابقى اي حاجه في الدنيا، اي حاجه في الدنيا ليا. انت مين؟ انت انا بس على نظيف، هو في مني على نظيف. انا شكلي اتجننت، انا اكيد بحلم، انا عايز افوق. مين قالك انك ميت؟ ومين قالك اني عايش؟ انت فعلا عايش يا ابن ادم. انا عايش وبموت وعامل نفسي عايش. انت تقدر تعيش على طول. هو في انسان بيعيش على طول؟ مين قال لك تعيش الخلود؟ بس على الاقل عيش لما تحقق احلامك. هو انا على قد ما لازم احقق من احلامي ابقى كده عايش؟ على قد ما تحقق من احلام تقدر تقيس عمرك. بس انا فقير. انا اقدر اخليك غني. انا لبس وحش قوي. انا اقدر اجيب لك احسن لبس. انا دايما جعان. انا اقدر اشبعك. انا اصلا ولا حاجه. انا اقدر اخليك كل حاجه. انا اصلا مش بني ادم. انا اقدر اخليك احسن من ادم. ادم كان على صوت ربنا. انا اقدر اخليك في احسن صوره. ادم كان على طول في الجنه. انا اقدر اخلق لك جنه تبقى بتاعتك انت بس. ازاي انت تعمل كل ده؟ انا اقدر ابيع لك اي حاجه وكل حاجه. موت يا حمار. يعني ايه؟ انت عايز تعيش وتموت زي الناس اللي بتضحك دي؟ لا بس انت فاهم غلط. انا اصلا معيش اي حاجه، انا عايز حديده، ولو انت عايز الحديده انا ممكن ابيعها لك. مين قال ان انا عايز حديد؟ ولا حد عايز فلوس. مش هتحقق لي احلامي؟ ازاي؟ بالوايرلس؟ لا، انا هاخد منك على كل حلم شويه ايام وسنين من عمرك. يعني عشان تحقق احلامك تاخد حياتي. طب وايه لازمه حياتك؟ ما انت ممكن تعيش لما تموت لما تعمل حاجه. صح، عندك حق. انا فعلا ممكن اعيش واموت من غير ما احقق ولا حلم. يعني موافق؟
ايوه موافق، بس بشرط انت تقدر تحقق كل احلامي. جرب وشوف. احلامي غاليه عليك. جرب وشوف. طيب انا زمان وانا صغير كان نفسي في حاجه كل الناس تعتقد كان نفسها فيها، بس حاجه غاليه عليك. ايه الحاجه الغاليه دي؟ هي بلاي ستيشن. بلاي ستيشن ايه يا ابن ادم؟ انا لو خرجت بدماغي اطلع بلاي ستيشن. مش قلت لك مش هتقدر؟ انا قلت لك غاليه عليك. سهل اجيب لك بلاي ستيشن. سهل عليك البلاي ستيشن؟ طب انا دلوقتي كبرت، يعني مش هيبقى مناسب ليا. ايه رايك لو تجيب لي موبايل ويكون فيه العاب البلاي ستيشن؟ هو كده الكلام، بس يكون احدث موبايل لسه. احدث موبايل. عايزه ايفون ولا جالاكسي؟ حاجه تملى العين ويكون مساحته كبيره. جالاكسي 64 جيجا. ايوه عشان ينزل كل الافلام والبرامج عليه. وده هيكلفني كام من عمرك؟ جالاكسي معروف 2 من عمرك يا ابن ادم. 2 من عمري يبقى معايا احدث موبايل؟ احدث موبايل. وايه يعني؟ يعني انا لو اشتغلت ال2 دول مش هقدر اجيب موبايل. اتفضل ادي ال2 دول. وادي الجالاكسي يا ابن ادم. وادي الجالاكسي. ايوه الواحد يحس ان هو بني ادم مره في حياته ومعاه حاجه نظيفه يعرف يمشي وسط اصحابه ويحس ان هو بني ادم. دلوقتي نلعب كل العاب البلاي ستيشن كان نفسي فيها من زمان. مالك يا ابن ادم؟ في ايه؟ مبسوط بالجالاكسي طبعا. زهقت مليت منه خلاص اتعودت عليه. حلمك ده يا ابن ادم؟ كان حلمي بس اتعودت عليه خلاص. طب فاكر كده يكون في حلم زمان وانت صغير عايز تحققه يخليك مبسوط؟ فعلا انا زمان وانا شاب كان نفسي اجيب عجله واركبها مع اصحابي، بس للاسف ابويا كان بيقول لي معناش فلوس. عجله حلمك صغير. احلم. ايه رايك لو خليناها عربيه ويكون فيها تكييف؟ هو ده الكلام يا ابن ادم. وكمان يكون فيها هقدر اشتغل من 2 سنين. الفيت ده ولا DVD. ايوه هو ده. تكون عربيه فيها تكييف وفيها DVD. فيها DVD وفيها تكييف وكراسيها نظيفه. انضف كراسي. ودي هتكلف كام من عمرك؟ احدث عربيه فراي. دي هتكلفك 5 سنين من عمرك يا ابن ادم. 5 سنين يبقى معايا عربيه؟ ليه يعني؟ ما اكتر الايام والسنين في حياه البني ادم. مش مشكله. راجل 5 سنين. يا ويلي والسلاير من عندك يا ابن ادم. او على الفراري. مالك يا ابن ادم؟ في تاني؟ العربيه وانا ماشي بيها عملت حادثه. فداك 1000 عربيه اجيب لك غيرها. وانت عليك حاجه تاخد تاني 5 سنين من عمري. طب اعمل لك ايه طيب؟ العربيه اصلي المشكله مش في العربيه اللي هي اتخبطت. هي اتخبطت قوي؟ مش قوي، بس المشكله ان انا خبطت بنت صغيره معديه الشارع واخدها المستشفى، ولما جاب باباها ومامتها بصوا لي حسيت فيها ان انا بني ادم وحش قوي. انسى يا ابن ادم، انا عايز اخليك مبسوط، وعشان خاطر عيونك دول الحلم الجاي هعمل لك عليه بروسكرات. عارف شوف انت عايز تبيع وخلاص. مين مش عايز يشتري؟ عندك حق فعلا، مين فينا مش عايز يشتري؟ كلها احلام عايزين نحققها. طب نفسك في ايه؟ نفسي في شقه ايجار جديد. طب وليه ما تكونش تمليك؟ عندك حق، وليه فعلا ما تكونش تمليك؟ طب وليه ما يكونش بيت كامل من بابه؟ على الاقل لما اتجوز واخلف اولادي يسكنوا معايا.
طيب ايه رايك؟ شوية فيلا هتبقى احسن؟ طبعا الفيلا احسن من الشقه والبيت. خلاص انا كبرت في دماغي وعايز فيلا. هجيب لك فيلا بس هتبقى غاليه. دي فيلا يا ابن ادم. وايه يعني؟ هتكلفني كام يعني من الاول؟ 10 سنين من عمرك 10 سنين يبقى يكون عندي فيلا عندك بتاعتي. فيلا وفي احسن مكان. ايوه وفيها ناس نظيف، الواحد يحس ان هو بني ادم نظيف. مش مشكله. هنا وادي ال10 سنين. برافو. اديني ثواني والفيلا تكون عندك. اخيرا الواحد يحس ان هو بني ادم نظيف وعايش وسط ناس نظيفه، يحس ان هو بني ادم. حافظ على الفيلا دي. ماشي. اخيرا الواحد بيجيب حاجه ملكه يبقى موجود جواها يكسر عليها، يبقى عايش وسط ناس نظيفه. برضه زين. ليه كده؟ ليه كده كل حاجه في اولها بتبقى حلوه وبعد كده بحس ان مش معايا حاجه. معايا فيلا وعربيه واحدث موبايل وبرضه مش مبسوط. في الاول كنت لابس لبس مش كويس بس كنت مبسوط. كنت جعان ايوه بس برضه كنت مبسوط. ليه كده؟ مالك يا ابن ادم؟ مش مبسوط يعني؟ زهدان ومليان. شغال؟ انت عندك انت شغال ايه يا ابن ادم؟ شغال ايه؟ بقول لك عندي فيلا وعربيه واحدث موبايل، هشتغل ايه يعني؟ انا هشغلك. هتوزع اعلانات من بقى. اكلم لك اي حد بتاع ورق بكره توزع اعلانات يا ابن ادم. لعبه شغله متعبه مش عايزها. هو حد لاقي الاعلانات دلوقتي؟ يا شوف لي ساعتين معاه. يا عمي مش عايز شغله متعبه. اشتغل ديناميت. ديناميت حر وبال وحادثه تاني لا. هو حد لاقي عايز احلم يا ابن ادم وانا جنبي. انا زمان كان نفسي ابقى مهندس بس دلوقتي انا نفسي ابقى رئيس مهندسين. طب ايه رايك في شركه ضخمه ورئيس المهندسين نفسه اشتغل عندك؟ صح وليه لا؟ فعلا انا عايز شركه كل المهندسين تشتغل عندي وانا اللي امرهم، ده يروح وده يجي. سهله بس على فكره هتكون يا دوبك شويه غالي. مش مشكله، عندنا ايام وسنين كتير في حياتنا. هكلفك 20 سنه من عمرك يا ابن ادم. 20 سنه انا لو قضيت عمري كله مش هيبقى عندي شركه. ما تقلقش ال20 دول هتبقى الشركه مجموعه شركات مش هتندم. يعني اسمها ينتشر في كل العالم. الناس كلها وهتحط يافطه كبيره مجموعه شركات ايهاب لويس. يعني اسمها يبقى منتشر في كل العالم. انا مش عايز اكتر من كده. وايه يعني؟ اتفضل. وادي ال20 سنه. فيها اللي هو بيؤمر وينهي في الناس. ايوه كده. هذه الشركه يا ابن ادم. عيش. يلا هات لي كوبايه شاي. روح بالشاي بتاعك ده. يا خرب بيتك يا خرب بيتك يا. هتعمل ايه دلوقتي؟ مالك يا ابن ادم؟ ايه يا خسرت وافلست. فده كان في الشركه بس المهم تكون انت مبسوط. مبسوط ازاي؟ انا مش شبعان ولا مبسوط. انا نفسي اخد العالم كله ده في حضني واقعد امر وانهي والناس تخدم عليا وتبوس ايديا عشان تعيش. العالم كله؟ ايوه. انا اقدر اجيب لك العالم كله. ايه يعني؟ انت تقدر تجيب لي العالم كله؟ اجيب لك العالم كله. يكون ضاعت ومش بتتكلم ليه بالصبح؟ انت اللي بتطلب يا ابن ادم وانا اللي بنفذ. يعني لو انا طلبت العالم كله تجيبهولي؟ اجيب لك العالم كله. طيب وده يا ترى هيكلفني قد ايه في العمر؟ العالم كله 30 سنه من عمرك يا ابن ادم. 30 سنه؟ وايه يعني؟ مفيش حاجه تغلى عليا طالما عندي ايام وسنين. 30 سنه وامر وانهي في الناس كلها وكل يخدم عليا ويبوس ايديا. انا موافق.
مش كده. بعد 30 سنه من عمري احبك واتسلم 30 سنه من عمرك بس العالم كله يبقى ديني زيك. العالم كله يا ابن العالم يدوس على العالم كله والواحد يدوس على العالم كله. العالم كله يا ابن ادم. شوف صغير قد كده عيش. العالم كله بين ايديا اتحكم فيه واعمل فيه اللي انا عايزه، وكمان ممكن ادوس عليه برجليا. بس حتى العالم مش مكفيني. زمان كنت جعان، لكن لما اكلت من العالم جوعت اكتر. زمان يمكن لبسي كان مش كويس، لكن لما لبست منه حسيت اني عريان زي ادم وحواء زمان. اتمنيت ابقى حاجه، اتمنيت كل حاجه لنفسي. في الاخر اكتشفت ان انا اتمنيت الشر لنفسي. العالم يا رب مش مكفيني. يا رب انا قلت يا رب ياه، من امتى يا رب ما افتكرتكش؟ انا عمري ما اتمنيت، عمري ما اتمنيت اعيش معاك ولا لحظه واحده، ولا اتمنيتك انت كمان تكون معايا. ياه ياه. مالك يا ابن ادم؟ في ايه؟ العالم كله بين ايديك يا ابن ادم. العالم مش مكفيني ومش مبسوط. انا عايز ربنا. ربنا؟ ايوه. بعد ما كبرت وعجزت جاي تقول لي ربنا؟ ايوه انا عايز ربنا. ربنا فين؟ انت كبرت خلاص. اديله اي حاجه من عمري. انا عايز ربنا. انا قلت لك احقق لك اي حاجه، احقق لك منى وهديك ربنا. بس ربنا قال انه عايز العشور، هو طلب كده. يعني مثلا لو عشت 70 سنه ربنا عايز منهم 7. 7؟ لا 7 كتيره جو على ربنا. 7 كتير. اول مره تفاصل معايا يا ابن ادم. ما بصراحه عندي حاجات كتير عايز اعملها. العربيه اتخبطت والشركه وقعت، كل ده عايز ارجعه. انا ممكن ادي سنه واحده لربنا. سنه واحده؟ وكمان في الصيف عايز افسح، ممكن نديله نص سنه. كمان نص سنه؟ وكمان عندي حاجات تانية في نص السنه. خلاص انا حدد يوم واحد بس لربنا. ايوه وهيبقى كله ربنا، ومن دلوقتي هنحدده عشان ما اخدوش في اي حاجه. الدين هو ربنا رحيم وهيقبل منك وهيبارك لك فيه كمان. خلاص وهادي يعني ايه الكلام ده؟ اخد دقيقه في حياتي؟ لا انا ما اعطيتش مني لربنا. ازاي؟ انت ايوه انت سبب، انت اللي ترجع لي السنين اللي اخدتها مني. للاسف يا ابن ادم العمر اللي راح ما عادش ينفع تاني. لا اديني لو سنه ادي منها ربنا. انت اللي طلبت يا ابن ادم، انت اللي طلبت يا ابن ادم مش السبب. انت السبب، انت اللي حلت الحاجه في عينيا. عينك طماعه. طمعت عايز زي اي بني ادم. ربنا هو اللي خلق كل بني ادم من اول ادم. وادم جاء واكل من التفاح. ربنا اكل لانه غلق تشوه من جوع لان قصدك شبعان. وانا شبعت قرف وتعب في حياتي. خلاص يا انسان ما عادش ينفع. لازم ترجع لي حياتي. ما عادش ينفع يا انسان خلاص. لا رجع لي ايام وسنيني. سنينك كانت ملكك وانت كنت الملك. ملك على العالم وهم انت اللي رسمتهولي في الجنه. انت كنت عارف كنت فاكر انك هتحقق احلامك هتعيش في الجنه. ايوه بس انت اديني يوم واحد بس ربنا. لف ودور يا انسان. لا لف ودور يا انسان يوم. عشان تسلمك يوم واحد. يوم واحد ارجع في حياتي ارجوك. مالكش عند ايام. يوم ما كان فيها لف ودور ربنا. يا انسان. يوم ما كان فيها ربنا. يوم الفرصه ضاعت من زمان. خلاص يا انسان الفرصه ضاعت من زمان. الوليد على السكتش اللي قدمه لنا هو الفرصه الاخيره ان كل واحد يتمنى لما كنا من السكتش ان يمتلك العالم كله في الاخر مش لما يلاقي حاجه من عمره. تدور يمكن حاجه فكاهه بس تكون هادفه. اي حاجه تتقدم بصوره فكاهه بس تكون ليها هدف في الاخر. نتمنى ان احنا نقدر نستفيد على كده نقدر نستفيد. شوف الفقره اللي بعد كده الثانيه صغيرين
صغيرين يرجعوا ساكتين عشان نسمع. تهاني. والآن مع الأصوات الملائكية، مع الترانيم والألحان الجميلة، مع رموز العذراء البتول وألحان الميلاد الكريم، مع كورال جيسس لاف وأغنية العذراء مريم، مع كورال حب يسوع جيسس لاف. مين علشانها احنا متجمعين؟ أم النور أم النور. مين علشانها تطولها السنين؟ أم النور أم النور. ايه حكايتها؟ قولوا لي يا ناس، انا بتشوق قوي بالحماس. بدايتنا للنبوات ورموز البتول. الرمز الاول العلاق. هي شجرة صغيرة خضراء في صحراء سيناء، وترمز للبتول أم النور زي التسابيح في شهر كيان. ولقد اشتعلت هذه الشجرة بالنار ولم تحترق، كمثال أم النور الطاهرة التي حملت اللاهوت في عشائها ولم تحترق. عبرانيين 19:29. التي رآها موسى النبي في البرية، ونيرا تشعل جواها ولم تمسسها بأذية. مثال أم النور طوباها، حملت ضمير اللاهوتية 9 أشهر فيها عشاها، ويا عذراء بذكورية. العلقة التي رآها موسى النبي في البرية، ونيرا تشعل جواها ولم تمسسها بأذية. الرمز الثاني سلم يعقوب. رأى يعقوب في حلم سلما ممتدا من الأرض إلى السماء، وملائكة ساعدة ونزل على درجته، كما وقف الرب وبارك يعقوب. والسلم دوت يرمز للعذراء مريم، حيث صارت السلم بين الناس والله بتجسد الفادي بها. غلاطيا 4:4. وبكده حل الصلح بين السمائيين والأرضيين. الرمز الثاني المنارة في الهيكل.
كانت من ذهب السمين، وهي رمز للسيدة العذراء، رمز للنقاوة والطهارة. الرمز الرابع تابوت العهد. يمثل تابوت العهد حضور الله وسط شعبه زمان. يمثل هذا التابوت لأن المنى المخفي فيه يرمز لإنسان المسيح، والعذراء حملت اللاهوت والناسوت الله المتجسد في أحشائها. الرمز الخامس شورية هارون. من الشورية تفوح رائحة البخور، ومن أم النور فاحت رائحة البركة القداسة، والجمر يشير إلى اللاهوت الذي حل في أحشائها. الرمز السادس عصا هارون. التي حملت وولدت، التي فاتت منها البدن. رجل اسمه يوقيم ومراته عاكرة. يعني يا حلمي ما كانش ليهم ولا بنات ولا بنين. طلبت حنة بخشوع وعينيها مليانة دموع. طلبت ايه ولما تصلي تبكي ليه؟ قالت حنة نصف يا رب تديني نصف ونادر عليا انا ويوقيم يتربى في بيتك ويجيب. يا إلهي حمام الذي تبت له كل رب تحنن علينا يا إله كما تحننت على حنين وديتها طمأنينة، وكما تحننت على سارة وديتها إسحاق. تحنن علينا أيها الإله وأعطنا نفس، لأني معروف عنك أنا الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. أنت يا الله الذي أخرجت شعبك بآيات وعجائب كثيرة، وأخرجت شعب إسرائيل من تحت يد فرعون. تحنن علينا رب وأعطنا نصف، تحنن علينا رب وأعطنا نصف، تحنن علينا رب. إلهنا الحنون تحنن علينا وأعطنا نصف، كما ارتبت له كل رب. انظر لينا واستجب منا كما تحننت على شعبك وأعطيتهم الماء من سهل الصماء. انظر لينا استجب منا واعطنا نصف. علينا يا رب واعطنا نصف، علينا تكون وقوة لآب وإلى أمد دور. تفتكر يا ربنا هيتحنن علينا هيدينا نفس. طبعا يا حنين ربنا أكيد هيتحنن علينا ويدينا بس. آمين يا رب. تحنن علينا يدينا نفس، نادر علينا اتربى في بيتك وتخدمك طول أيام عمرك. خلي عندك كمان يا حنين ربنا أكيد هيدينا بس. آمين يا رب. واداها ايه واداها ايه واداها عروسة جميلة حلوة. فرحت حنة شكرت ربنا بحماس، رفعت راسها بين الناس. وسموها ايه وسموها ايه؟ سموها اسم جميل ولذيذ. أبوها سماها مريم وكان بيحبها جدا جدا، وكانت حلوة جميلة زي أمها. ولما كبرت جاهل وبقيت سن 3 سنين أخدوها الهيكل توفى الندى، طفلة وديعة زي البدر. وجوه الهيكل ليل ونهار كبرت مريم يا شطار. وسنة ورا سنة ورا سنة بقت 12 سنة، خرجت من هيكل بواقار راحت بيت يوسف النجار. وجاء الملك جبريل بالبشارة العطرة، ورب المجد طفل عظيم تجسد من أمنا الدهر.
أحلى هدية يا عذرا اداكي الرب يسوع اللي فداكي. يا عذرا مريم يا أمنا يا غالية علينا كلنا. السلام لك أيها المنعم عليك مباركة أنت في النساء. ما عسى أن تكون هذا الضحية. لم تخافي ستولدين لابن وتسميه يسوع. كيف سيحصل هذا وأنا لست أعلم رجلا؟ ستحل عليك الروح القدس والمولود منك سيدعى ابن الله. ها أنا أمة الرب ليكن كقولي. ورب المجد طفل عظيم تجسد من أمنا الطاهر. فعصت نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصا لأنه نظر إلى اتباعنا. فهو ذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبا لأن القدير صنع بي عذاب واسمه قدوس ورحمته للجيل الأجيال للذين يتقون. آمين. Yeah.
تتنضف قبل بسرعة منك. فيلا يا راجل وبفالك، ما خلاص قلنا دراع سليم، ويا ريت بقى تبقى انت في حالك تبني في حالي بلاش تقطيم. فيلا يا راجل ولا فالك، ما خلاص قلنا دراع سليم، ويا ريت بقى تبقى انت في حالك تبني في حالي بلاش تقطيم. لا عايزني اعمل ما بدالك واضرب الف سلام تعظيم، والشباك ما هو الشباك فوق خلاص بقى ولا سين ولا جيم. فيلا يا راجل ولا فالك، ما خلاص قلنا دراع سليم، ويا ريت بقى تبقى انت في حالك تبني في حالي بلاش تقطيم. انا لازم امشي. امشي ازاي؟ انا خلاص الاكل خلاص. للاسف كان نفسي، بس انا ما ينفعش اقعد في اي مكان وخلاص. اقعد، والقعده دي من رمشي، وكمان عازمك على المينيباص. انا مش جاي عشان تخدمني، لا بالعكس انا جيت لك لما لقيت عيشتك صعبه بتغلبني، جرح وفوضى وكتمه. انا مش جاي عشان تخدمني، انا جيت لك لما لقيت عيشتك صعبه بتغلبني، فوضى وجرح وكتمه. الا انا كده كويس. انا نفسي اعيش مسرور، بالك كده يفضل ويروق. انا كده كويس ومستريح وباكل وبشرب. عارف لو جربت تدوق هتغير رايك وتشوف. كان نفسي تكون اتغير واخترت ان انا افضل جنبك، لكن انت خلاص اخترت انا خارج وانا برضه بحبك. كان نفسي تكون اتغير واخترت ان انا افضل جنبك، لكن انت خلاص اخترت انا خارج وانا برضه بحبك. الإنسان المسيح بيحاول يدخل في حياتنا على قد يعني ما احنا عايزين، لكن احنا كتير جدا بنرفض دخوله في حياتنا. بيحاول يساعدنا، بيحاول يشجعنا، لكن دايما بنرفضه في حاجات كتير خالص. فكل واحد يدور على نفسه امتى ربنا بيحاول يدخل في حياتك وانت بترفض دخوله. امتى ربنا بيبعت لك رساله، سواء في اذى، سواء في قصه، سواء في قداس، سواء في فيلم، سواء في اي حاجه انت ممكن تسمعها دينيه وانت بترفض دخوله في حياتك. وربنا يديم الكهنوت لينا في محبة إلهنا وفدينا. دلوقتي هنقدم مع فقرة خاصة مع جيسس لاف. Yeah.
لو عايز ترتب حياتك علشان تكون آخرتك سعيدة مع مسرحية بداية وجديدة. فرحة جوا قلبي ولا دمعة تستخبى جوا عيني. هو انت ايه 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 بتريحيني في وقتها وتعذبيني ايوه انا بعدها. انت ازاي بتريحيني في وقتها وتعذبيني ايوه انا بعدها. هو انت ايه هو انت ايه هو انت هو انت ايه هو انت ايه هو انت ايه. انا بحبك واكرهك جوا في حياتي ببعدك واقربك. انا بحبك واكرهك جوا في حياتي ببعدك واقربك. هو انت ايه 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 هو انت هو انت ايه هو انت ايه هو انت ايه بس. انا تعبت خلاص تعبت. بس لا يمكن تهزميني. ايوه لا يمكن تهزميني. عايزه مني ايه؟ عايزه تدمريني؟ لا انت تواصل انت تواصل ايه تيجي الدنيا تيجي الحاجات حلوه لذيذه طعمه الجمال وسع صار ايه مخك وقلبك ده بعد كل اللي شفته في الاستكشاف هنا ولسه بتفكر انك تسمع في الحياه الابديه. يا ريت كنا ضامنين ان احنا هنعيش هنا على طول. كنت اقول لك اعمل اللي انت عاوزه، لكن انت عارف ان يوم لحظه واحده كله شبه في حاجه يا ابني. انت نفسك تبقى موجود. هتقول جميل الكورس اللي فاتت. خد
خد قرار، ما تجيش هنا حفله او ليله او صلاه لازم انت طالع منها بقرار انك هتروح. فرصه لو ضاعت مفيش حاجه هتنفع بها بالموت. هو يلا يا ابني، يلا يا ابني، تعالى بينا نروح الكنيسه يا ابني، روح الكنيسه ما تستناش. ربنا يخليك صوتك. لا انا خلاص فهمت مين الصح ومين الغلط. انا خلاص يا عالم مش لاقي الصح ولا الغلط فين. انا تعبت خالص يا عالم. في الكنيسة كنت فرحان ومبسوط، بس في الدنيا ما كنتش كذاب، ولا في الخطية فرحان، لكن أبديتي ضايعة مني. أنا مش عارف أعمل إيه، أنا مش عارف أعمل إيه، أنا مش عارف أعمل إيه. تعالى، أنا هو. أنا هو. أنا هو. الصوت مش غريب علي. ده الصوت اللي بحبه، ده صوت حبيبي، بس انا مش قادر اقرب له، مش قادر اقرب له بعيد، مش قادر. تعالى، تعالى، تعالى واقترب مني لكي تتبرر من خطاياك. يعني ممكن طبعا ممكن. مش هتقول لي خطاياك والماضي وشرورك كله في بحر النسيان يا ابني. يا رب انت محدش يضحك عليك يا رب. انت يا رب فحص القلوب والكلى. نظرات الناس ليا يا رب، كل الناس دي عارفه شروري وخطاياك. لو هربت منهم هروح منك انت فين يا رب. كل واحد في الناس اللي قدامي دول عارفين مين، عارفيني مين وعارفين خطاياي يا رب. والشيطان اللي ماسك فيا اعمل فيه يا رب. الشيطان هو عدو كل خير، لكن أنا هعطيك القوة علشان تنتصر على الشيطان عدو كل خير. وأنا بحبك يا ابني، بحبك وعايزك ترجع. خسارة يا ابني مكانك في السماء، خسارة تكون نهايتك في جهنم، خسارة يا ابني تكون نهايتك مع الشياطين. يعني يا رب ممكن تقبلني بعد كل الخطايا اللي انت عارفها يا رب، بعد كل الشرور اللي بقع فيها يا رب. تعالى، ممكن يا رب تقبلني. تعالى، ممكن. تعالى، ممكن يا رب. تعالى، ممكن يا رب. تعالى، ممكن يا رب. تعالى.
ربنا يعوض عنهم كل خير. آخر حاجة نشكر القرآن. يا ريت نهدى شوية. آخر حاجة كارثة احكي الأداء هو اليوم لا السنة طريق نتمنى ناخد كلمة صغيرة عن الأداء هيعيد علينا بالنيابة عن كل آباء الكنيسة وعن سيدنا. سنة سعيدة عليكم كلكم وباسم سيدنا أبو بابلي احنا بنشكركم بنعيد عليكم. هو كان نفسه يجي بس هو بقى لوحده كمان النهارده حد أخد مني مضاد حيوي، ابتدى ياخد كورس مضاد حيوي فهو تعبان وابتدى يعتبر حاجات مش مظبوطة، لكن هو كان نفسه يكون معاكم ويشارككم الفرحة بتاعتكم. باسمه وباسم الأبهات اللي عندنا بنشكر كل الخدام اللي تعبوا عشان كل عمل صغير زي كده بيبقى وراه تجهيز كبير خالص. احنا ممكن نبقى قاعدين في البيت بتاعنا شغالين او في شغلنا وفي ناس تاني شغاله بتجهز لنا الحاجه اللي تساعدنا في الساعه دي ممكن يعني تحتاج مثلا اسبوعين ثلاثه يجهزوها. فاحنا بنشكرهم على المجهود بتاعهم ربنا يعوضهم. بنشكر الاولاد الصغيرين بتوع القران اللي قدموا الحاجات الحلوه اللي سمعتوها، واتمنى ان يعني انا بزعل بصراحه لما اشوف حد من سنهم قاعد تحت، لان هو في السن ده لما يحفظ اللحن هيقعد معاه لغايه لما يعدي وهو حفظ اللحن. فأتمنى كل الأبهات يشجعوا أولادهم إن هم ينضموا للقرآن زي كده أو الكورس ويحفظوا أو ينضموا لمسرحيات زي كده، إن هم برضه يعني قبل ما بيقدموا حاجة هم بيستفيدوا. فباسم كل الأبهات وكل باسم سيدنا بنشكركم ونشكر الأولاد الصغيرين ربنا يخليهم ويحافظ عليهم وينميهم أكتر وأكتر، علشان المواقف زي كده هي اللي بتكشف لنا المواهب، بتكشف لنا الامكانيات بتاعت الافراد اللي ممكن نستخدمها وممكن نستغلها وننميها عشان نطلع الكنيسه بتاعتنا. هي عباره عن الاولاد دول بعد 10 سنين هم هيبقوا الكنيسه، فكل ما كانت الكنيسه دي لها قيمه ولها مكانه كل ما كانت الكنيسه كلها على بعض هتبقى لها وضع. فكل سنه وانتم طيبين ونتمنى ان شاء الله نشوفكم السنه الجايه في احسن حال وتكونوا مبسوطين. آخر حاجة في أرقام في صور تطلع لحضراتكم الناس أول 50 واحد دخل الصوت لو سمحتوا. برضه خدوها حضراتكم داخلين عليها أرقام من وراه. يختار أبونا يختار رقم والرقم اللي يطلع أول رقم هيختار هدية من الهديتين الموجودين. في رقم تاني 25 ربنا يعلمك بخير وكل سنة وكل ناس بخير. اتفضل.
Propheticos, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie pronison amis, moeros, similitarium conievotum veris, Amina Sesho. يا ملك السلام أعطنا السلام وقبلنا السلام قبلنا وخطايانا وجعلنا مستحقين لكل شكر يا الذي في السماوات يأتي ملكوتك تتم مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمسلمين إليك ولا تدخلنا في تجربة ولكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا إن لك الملك والقوة والمجد والأمين والآن محبة الله الآن ونعمة